وسط زحمة الفرح والمزيكا، العريس بيحط قدامه ورقة طويلة عريضة، بيمسك القلم ويمضي وهو بيضحك من غير ما يقرأ حرف. الورقة دي يا سيدي هي القايمة. اللي العريس ما يعرفوش إن الإمضة دي ممكن تكون تذكرة ذهاب بلا عودة لسجن الحضرة لو حصل أي خلاف بعد كده. تعالوا نفهم إزاي الورقة دي بتتحول لسلاح دمار شامل. كتير فاكرين إن القايمة دي تبع محكمة الأسرة والنفقة والطلاق. الحقيقة لأ، القايمة قانوناً بتتعامل معاملة إيصال الأمانة، يعني جنائي مش مدني. القانون بيشوف إن العريس هنا استلم العفش ده على سبيل عارية الاستعمال، يعني هو مجرد حارس على الحاجة دي وملزم يردها لمراته أول ما تطلبها، ولو ما ردهاش يبقى حرامي وخاين للأمانة. أكبر كارثة بتحصل وقت كتابة القايمة هي العشوائية. تلاقي مكتوب غرفة نوم كاملة، طب لونها إيه؟ خشبها إيه؟ كام قطعة؟ أو الأسوأ، العريس يمضي على القايمة وفيها خانات فاضية تتملي بعدين، أو تتكتب أسعار خيالية مبالغ فيها للمنقولات. الغلطات دي بتخلي الزوج يلبس في الحيط لو حصل خلاف، لأنه ملزم يرد اللي مكتوب بالظبط. نيجي بقى لغم القايمة الأكبر، الشبكة والذهب. جرى العرف إن الذهب بيتكتب في القايمة لضمان حق الزوجة، بس اللي بيحصل إن الزوجة بتخرج من البيت والذهب في إيديها أو في رقبتها، ولما يحصل خلاف الزوج بيفاجأ إنه مطالب يجيب الذهب اللي مكتوب في القايمة، وإثبات إنها خرجت بيه بيبقى من رابع المستحيلات. بتبدأ المعركة، خناقة عادية بتكبر، الزوجة بتلم هدومها وتسيب البيت وهي غضبانة. أول خطوة بتعملها أو محاميها بيعملها هي التوجه لقسم الشرطة وعمل محضر تبديد منقولات زوجية. من اللحظة دي الزوج ما بقاش مجرد زوج عليه خلاف، ده بقى متهم في جنحة تبديد رسمية ومطلوب القبض عليه. القانون بيقول إيه؟ المادة 341 من قانون العقوبات المصري قاطعة: أي حد يختلس أو يبدد أشياء استلمها على سبيل الأمانة إضراراً بصاحبها بيتعاقب. وهنا النية الجنائية المحكمة بتفترضها بمجرد إن الزوج امتنع عن تسليم العفش، يعني بمجرد ما تطلب العفش وما تديهالاش أنت بقيت في نظر القانون مبدد. طيب العقوبة بتوصل لإيه؟ الحبس في قضايا تبديد المنقولات بيبدأ من 24 ساعة وممكن يوصل ل3 سنين سجن مع الشغل زائد الغرامة. والمصيبة إن دي جنحة بتنزل في الفيش والتشبيه الصحيفة الجنائية بتاعك، يعني مستقبلك المهني وشغلك ممكن يطيروا بسبب كنبة وغسالة وتلاجة. الزوج هنا عشان يهرب من السجن بيعمل إيه؟ المحامي بتاعه بيقول له إياك تنكر القايمة، إحنا هنقول قدام القاضي يا فندم أنا ما بددتش حاجة، العفش زي ما هو في الشقة وهي اللي سابته وتتفضل تستلمه من بكرة. الخطوة دي في القانون اسمها إنذار عرض المنقولات، ودي طوق النجاة الوحيد للزوج. الزوج بياخد العفش على عربيات نقل ويروح يعرضه عرض قانوني سليم غالبا في قسم الشرطة. لو العفش سليم ومطابق حرفيا لكل كلمة مكتوبة في القايمة والزوجة استلمته، الزوج بياخد براءة فورية وبتنقضي الدعوة. بس طبعا الموضوع ما بيمشيش بالسهولة دي أبدا. لو الزوج جاب العفش ناقص أو متكسر أو متبهدل، الزوجة من حقها تماما ترفض الاستلام، وهنا بتطلب من المحكمة تندب خبير يعين العفش المعروض ويقارنه بالقايمة. لو الخبير قال إن العفش متغير أو تالف، الزوج بيتحكم عليه بالحبس، وممكن الزوجة ترفع قضية تعويض كمان. لعبة الذهب بقى، الزوج بيعرض العفش كله ما عدا الذهب ويقول للقاضي الذهب ده من أدوات الزينة اللصيقة بالزوجة وهي خرجت بيه. هنا المحاكم بتختلف، في قضاة بيطلبوا من الزوج إثبات إنها خرجت بيه زي شهود عيان أو كاميرات المراقبة، ولو ما قدرش يثبت بيدفع ثمن الذهب أو يتحبس. عشان تحمي نفسك كزوج وقت ما تمضي، أولاً اقرأ القايمة كويس جداً. ثانياً اكتب وصف دقيق لكل قطعة، اللون، الماركة، الحالة. ثالثاً بالنسبة للذهب حاول تكتب صيغة واضحة إنه في حيازة الزوجة كأدوات زينة. ورابعاً وأهم حاجة، إياك تمضي على قايمة فيها سطور فاضية أبداً. وللزوجة عشان تحمي حقك، القايمة دي وثيقة لضمان حقك وتعبك وتعب أهلك، مش سيف مسلط على رقبة جوزك. اكتبي الحاجة اللي جت فعلا، بلاش مبالغة في الأسعار، واحتفظي بفواتير الأجهزة الكهربائية لأنها بتسهل الإثبات جدا لو حصل تلاعب من الزوج وقت عرض المنقولات. الخلاصة الزتونة، المحاكم في قضايا الأسرة والتبديد ما بتجيبش غير وجع القلب وخراب البيوت ومصاريف المحامين. العناد بيخسر الطرفين. لو استحالت العشرة، تسليم الحاجة بالود والاتفاق بيوفر سنين من الجري في المحاكم. اتجوزوا بالمعروف، ولو حصل نصيب تفترقوا، افترقوا بالمعروف وبأصول. لو انت مقبل على الزواج او تعرف حد بيتجوز قريب، شير له الحلقه دي فورا عشان ينقذ نفسه من فخ الامضاء العمياني. ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه، ولو عندك مشكله مع القايمه ومحتار فيها اكتب لي في الكومنتات تحت وهجاوبك قانونا. اشوفكم الحلقه الجايه.